بإذن الله، بإذن الله، أحيه. بإذن الله. هتشوف مني أيام انا يا ابني ده هخليها انا تعملها على خطيبتك، نفسها وهي طالعة ده انا السلم. خطيبتك حبيبتك يا ابني. أيوة، ما أنا زي ما أنا خطيبك حبيبك انا كده، كنت صح؟ بنكشك. ده أنا هنكشك نكش. الحمد لله رب العالمين. الف الف حمد ونعمه من ربنا. بس فهي الصراحة عرفت تعمل مقلب فيا كويس. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال دايما. طبعا انتوا كنتوا معايا في اخر فيديو، شفتوا اللي حصل لما قررت ان انا اعمل في مصطفى مقلب، ويا ريتني ما قررت اعمل المقلب، يا ريتني ما جت في بالي الفكره. المهم الاستاذ بقى لي يومين متضايق مني ومش بيرد عليا واخد الموضوع جد والله بهزر، والله بهزر، بس تقولوا لمين بقى. المهم ان انا بحاول والله اوصل له، بقالي يومين مش راضي يرد عليا، مش راضي يتكلم معايا والموضوع كبر مننا فجأة يعني، مع اني مش فاهمة فيه ايه يعني، كنت بهزر معاه والله بس هو مش مقتنع. المهم يعني ان هو كان عايز يجي يتكلم مع ماما وبابا عشان مش عاجبه طبعا القرار اللي انا خدته ده. فطبعا لجأت بقى لماما عشان يجي يعني وعشان اصالحه. فالمفروض ان هو جاي النهارده عشان يقعد يتكلم مع ماما، وعشان يستنى بابا بقى لما يجي من الشغل وكده عشان يتكلم معايا في القصه دي يعني، ويشوف الموضوع ده هيخلص على ايه. فانا بقى ادعوا لي يعني، انا هحاول ان انا اصالحه او ان انا افهمه ان الموضوع ده اصلا هزار ومقلب. لان هو قافش عليا جامد بصراحه، وما كنتش متوقعه رد فعله ده يعني، انا كنت فاكره الموضوع هيعدي وخلاص، بس الموضوع طلع كبير يعني. فالمفروض ان هو جاي دلوقتي، وانا هطلع بقى اتكلم معاه يعني، وتابعوني بقى وشوفوا التفاصيل كده بتاعت الفيديو، وادعوا لي ان هو يعدي الموضوع على خير ويتصالح بسرعه، عشان هو اصلا في الطبيعي ما بيتصالحش بسرعه يعني. فبما اني انا عامله كارثه وهو بقاله يومين مش بيتكلم معايا وكده، فاكيد الموضوع هيبقى صعب وان هو مش هيعديه بسهوله. فادعوا لي وخليكم معايا وشوفوا كده هنوصل لايه. يا جماعه المفروض دلوقتي مصطفى طالع خلاص، وماما كلمته وقالت له ان احنا مستنيين وفاتحين الباب، فهو اول ما يخش دلوقتي هيشوفني. فتعالوا نشوف رد الفعل. ادخل. تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت برضه بتصوري؟ بصورك اهو. في حاجه مضايقاك؟ ايه بقى؟ بصورك. انت ما بتردش عليا بقالك يومين. ازيك يا طنط، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايوه مفيش ازيك يا ندى ولا ايه؟ لا، انا مش جاي اتكلم معاكي اصلا. ليه مش جاي تتكلم معايا؟ كده هو مفيش بينا كلام، انا قلت لك المره اللي فاتت مفيش بينا كلام. مش تفهم طيب الموضوع ماشي ازاي؟ افهم ايه؟ افهم انت ليه بتقفش يعني. انا اتكلم يعني في حد عشان يقعد يومين ما الموضوع ده- يكلمش خطيبته؟ عشان الموضوع ده انت اتكلمتي فيه معايا كذا مره، وانا قلت لك لا، وقعدتي تزوديها معايا، والمره اللي ما فاتت- زودتش معاك المره اللي حاجه. فاتت زودتيها قوي وخليتيني، بصي يعني كويس ان انا ما مش قلتش مبرر. حاجة ملهاش لازمه. مش مبرر. يعني ايه مش مبرر؟ مش مبرر. انا دلوقتي مش جاي اتكلم معاكي، انا دلوقتي جاي اتكلم مع مامتك عشان نشوف حل. طيب ما انا قلت لك اسمعني بس، افهم الموضوع اللي حصل. افهم بس، لما تفهم هتعرف. انجزي. طب عايزه ايه؟ انا كنت بهزر معاك. هزار ايه ده بقى؟ انا كنت عامله فيك مقلب وكنت مصوره الفيديو وانت ما كنتش شايف الكاميرا فين اصلا. ايوه زي ما مقلب انت اصلا ما قلتليش. وبعدين احنا ما هو انا يعني هعمل فيك مقلب، هقول لك ازاي. احنا مش متفقين، احنا لما يحصل حاجه زي كده تقولي لي حاجه زي كده مش ايه؟ بتهزري. لا انا كنت بهزر لا، والله. أنا طب انا هثبت لك. هتثبتي لي ازاي؟ اقعد بس، اقعد وهثبت لك. انا هوريك الفيديو اللي انا بس انت مصوره. طريقتك في الكلام ما كانتش هزار. انت لا، انا كنت بتتكلمي وانا عمال اقول لك انا عامله بتهزري مقلب. ولا بتتكلمي بجد؟ بتهزري ولا ماشي، بتتكلمي ما هو بجد؟ طبيعي انت لازم كنتي احبك، مصممة لازم انت احبك. بتتكلمي لا بجد. لازم احبك عليك المقلب عشان يخش عليك ودخل عليك. انت هتبص لي كده ليه يا انا عم؟ مش مقتنع باللي انت بتقوليه. انا هقنعك، مش انت لا، ليك ان لا، انا فهمت. انت لما لقيتي الموضوع كبر منك قلتي مقلب. طب انا هوريك التصوير بتاع الفيديو، هوريك كنت قاعد هنا ومتصور ومن قبل ما تيجي وانا بتكلم مع الناس والجمهور حبايبنا، وبقول لهم ان انا هعمل فيك مقلب، وبقول لهم المقلب هيبقى ايه بالظبط. هتقتنع كده لما تشوف الفيديو؟ ماشي، اشوف الفيديو. طبعا اقعد هوريله الفيديو واجي. اقعد فين؟ اتفضل. حرقتي دمك حتة بقى، احرق دمك. خلاص بقى ما بقاش قلبك يسود بقى يا عم، بنهزر معاك. هوريك فين الفيديو. الفيديو؟ انا مش هقتنع. خلاص اشوف الفيديو. هروح اوريه الفيديو وارجع لكم. صبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الف الف حمد ونعمه من ربنا. بعد ما وريته الفيديو وقعدت اصالح فيه وقعدت احيل فيه ومعلش بهزر معاك ومعلش ما تزعلش مش عارفه ايه، اخيرا يعني هو ما تصالحش قوي برضو يعني زي ما انتم شايفين،
بس عدى الحمد لله، عدى صح ولا ايه؟ اقتنعت لما شفت الفيديو؟ عبده مين؟ بقولك اقتنعت لما شفت الفيديو؟ بصوا هي كانت مزوداه شويتين في الفيديو، والله ابدا. تحلفيش بالله. بس ده بص يعني انتوا اكيد هتبقوا شفتوا الفيديو، يعني بعد الفيديو اللي ده كان قبليه الفيديو التاني، فانتوا اكيد هتبقوا شفتوا الفيديو. فالصراحه خرجتني عن شعوري. انت هتوب اصلا. كانت يعني هي من ساعه ما عرفتها اصلا، يعني كانت اول مره انها تتكلم معايا كده وتبقى يعني اللي هو ايه، طب ده ما كل ما لفتش باجي نظرك لحاجة؟ اتكلم بتقوم جايه رد عليا، اجي اتكلم ترد عليا، فخلتني اللي هو ايه، في حاجه غلط. بس بعد كده بقى لا، لقيت الموضوع ان هي مكمله وان هي لسه برضو عايزه تدي في الحوار اكتر، وخرجتني بقى عن شعوري خالص بقى ان هي بتقول لي ايه، لا اصل بابا وماما موافقين. يعني ايه بابا وماما موافقين يعني؟ بس فهي الصراحه عرفت تعمل مقلب فيا كويس. وفعلا احنا ما كناش متفقين على حاجه، وهي فعلا غفلتني، وده يعتبر اول مقلب. ايوه. بس باذن الله باذن الله باذن الله هتشوف مني ايام. انا يا ابني ده هخليها تعملها على نفسها وهي طالعه على ده انا السلم. خطيبتك حبيبتك يا ابني. ايوه، ما انا زي ما انا خطيبك حبيبك كده انا كنت صح. بنكشك. ده انا هنكشك نكش. طب بالله عليك انت ما جاش في بالك ان انا ممكن اكون بهزر معاك؟ يعني انت عارف ان انا ما يا بتكلمش بنتي معاك كده. انا لو انت خدتي بالك في الاول اصلا، انا طول الوقت انا عارف انت بتهزري، واخد الموضوع هزار وبضحك حتى يعني انا قعدت كده اللي هو بص يمين شمال، في كاميرا في اي طب حاجه. انت تعرف عني كده، او تعرف ان هو بابا هيوافق بحاجه زي كده؟ لا، ما انا عشان كده بقول لك انا طيب استغربت. ما هو انت برضه لازم تبقى فاهم ان انا عادي، ماشي، ما هو انا هفضل لغايه ايه يعني؟ احنا مثلا قعدنا بتاع 10 دقايق لربع ساعه عمالين نتكلم وهو نفس الكلام. طب ما ماشي، ما انت قعدت انت مش عايزه تغيري وجهه نظرك. يومين يا جماعه، يومين، وبعدين انت ما بيردش. وبعدين انت ما ضحكتيش يعني مثلا، طيب ما بينتليش. ممثله شاطره يعني. مش قوي يعني. ما انا حاولت اسبق بس انت خدي بالك اللي نفع معاكي ان انت داريتي الكاميرا، يعني انا فعلا ما كنتش شايفه. ما داري لك كام. انما غير كده كان هيبقى باين بصراحه. اي خدمه انفع بس يعني. يعني انا عايزكم بس انتوا تقولوا ايه رايكم في المقلب، عشان بعون الله. يعني المقلب بتاعي هخليها بصي تطلع من نفخ. لا ان شاء الله. انت طيب. ايوه انت من الجوزاء الجزء الطيب، مش تعمل فيا كده. هم الطيبين كده. لا مش تعمل معايا. بيتاخدوا على اخوانا. لا ان شاء الله مش هيعمل معايا حاجه ان شاء الله. بس لما بيرقدوا بقى لا بيطلعوا بمقلب. مفيش حاجه ان شاء الله. المهم قيموا المقلب وقولوا ايه رايكم، عشان المقلب الجاي بتاعي تقولوا لي برضو ايه رايكم. تنسوش تعملوا لنا فولو وسبسكرايب وتابعونا، وقولوا لنا ايه رايكم في المقلب، وقولوا لنا عجبكم المقلب ولا لا، واكمل بقى مقالب فيه ولا يقعد كل مره يزعل ويتقمص مني. ولو في مقالب عايزيني ان انا اعمله في ندى قولوا لي في الكومنتات تحت، عشان هي ما تعرفش. مش ههون على الناس. ليه يا ستي وانتي قريبتهم؟ لا هما بيحبوني اكيد، مش ههون عليهم. ماشي، قولوا لي برضو لو عايزين نعمل فيها مقلب قولوا لي تحت في الكومنتات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واهم حاجه يا جماعه اللي يعمل اشتراك يدوس على الجرس عشان يجيله كل الاشعارات اللي احنا بنعملها، عشان ان شاء الله اللي جاي ضرب نار. انا هخليها تمشي تبص حوالين نفسها. تابعونا ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وان شاء الله ما يبقاش فيه مقالب، ونشوفكم على خير وهتوحشونا جدا جدا جدا. باي باي. يلا قوم نمشي بقى.